بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى لهايد. هايد عالم قدم لنا تحفة علمية هي كتابه هيسوارد كوميرس دي ليفون ومناج، وقام بترجمة هذا الكتاب المترجم العظيم أحمد رضا محمد رضا، ورجعه دكتور عز الدين فودة. هذا هو الجزء الرابع من الكتاب. أنا أتعجب من قدرة هذا المترجم على أن يترجم بنوع من الرهبنة العلمية العجيبة. والجزء الرابع صدر في القاهرة 1994 من جانب الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمؤلف تتعجب من قدرته على الإحاطة وتناول جوانب عديدة للغاية. وأستاذنا الراحل حسن حبشي قال لي أن الأوروبيين يسمون هذا الكتاب إنجيل التجارة من فرط إعجابهم به. المؤلف لديه قدرة ضخمة على جمع المادة والتوثيق المصدري، وطبعا هو يرى أن الفتوحات العثمانية بمثابة كارثة، واتخذ موقفا معاديا من العثمانيين، لكن فرصة أن تستمع إلى الرأي والرأي الآخر، وتتعجب من القدرة على الترجمة بجوار القدرة على التأليف. والترجمة سلسة بشكل عجيب، تشعر أن فعلا الكتاب ألف ليس بالألمانية، وإنما كأننا أمام نص كتب بالعربية. ففعلا المترجم العظيم الأستاذ أحمد رضا محمد رضا كان هو المترجم المناسب لترجمة هذا العمل الرائع. وقد اقتنيت هذا الكتاب منذ سنوات عديدة، وعندما تمت ترجمة هذا الكتاب اتضحت أشياء عجيبة، اتضح للباحثين أشياء عجيبة. فهناك من قام بالسطو على ما كتبه هايد وكشف مع الترجمة. هذه مصيبة. المفروض أن الإنسان يثبت كل شيء من مصدره ولا يكون بالسطو العلمي، لكن هذه نفوس البشر الضعيفة المريضة. طبعا البعض يرى أن كتاب هايد كتاب رغم المجهود الضخم فيه كتاب تقليدي، وأنه لم يقدم لنا تفسيرا لحركة التجارة المعبرة عن العلاقات بين الشرق والغرب. طبعا عمله رائع وموسوعي وضخم، مع الاعتراض طبعا على كلمة العصور الوسطى، لا داعي للتكرار ما هو معروف من جانبه. هناك موريس لومبار المستشرق الفرنسي البارز في كتابه الإسلام دان صبر ميرغلاندير الإسلام في مجده الأول، حيث يقدم لك شبكة العلاقات التجارية. وهذه نقطة مهمة للغاية. لكي نفهم تاريخ هذه المرحلة نفهم شبكة الطرق الرومانية وشبكة الطرق في ظل الحضارة الإسلامية التي امتدت عبر 3 قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا. وكان المسلمون بمثابة وسطاء تجاريين ممتازين للتجارة بين الشرق والغرب، وأتى الغزو الصليبي من الغرب لتدمير هذه الوساطة، وأتى الغزو المغولي من الشرق لتحقيق نفس الهدف. أنا أشيد بهذا الكتاب وأشيد بالمترجم الراهب الذي عكف سنوات على هذه الترجمة، وأتمنى أن أي كتاب يصدر يتم ذكر التعريف بالمؤلف والمترجم حتى يكون الأمر ميسرا لكافة الباحثين. شكرا جزيلا.